السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركي قناة جديد ضياء للتوظيف. هناك أخبار متداولة اليوم حول مخرجات اللقاء الذي كشف عنه وزير العمل عن بعض الإجراءات يوم أمس عن حصيلة الإدماج بمختلف القطاعات خلال سنة 2022 والتكلفة المالية المترتبة عنها. وجاء هذا خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث هذه الجلسة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 0603 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. وفي رد السيد وزير العمل يوسف شرفة عن أسئلة النواب، أكد أنه قد تم خلال هذه السنة إدماج أكثر من 600 ألف موظف، أكثرهم جامعيون في مناصب دائمة، سواء ما كانوا في جهاز الدعم أو جهاز الدعم الاجتماعي. وأوضح الوزير أن هذه العملية كلفت خزينة الدولة أكثر من 100 مليار دينار. وفي السياق ذاته وجه الوزير نداء إلى العمال المتعاقدين في قطاع التربية والذين رفضوا الإدماج بحجة عدم التنازل عن الشهادة الذين لم يتنازلوا عن الشهادة. وأوضح شرفة قائلا إن الشهادة حق ومكسب لا يمكن التخلي عنه، لكن يجب على المعنيين المشاركة في الإدماج من أجل الاستفادة من الأجر والتقاعد، يعني باش يحسبوا لهم سنوات التقاعد. وأشار الوزير إلى أنه في حال ما إذا لم يتم إدماج الفئة المتبقية والتي تجاوز عددها 5000 شخص قبل نهاية السنة، يعني قبل نهاية سنة 2023، فسيتم إلغاء عقودهم. يعني حسب الحديث الذي تكلم به وزير العمل يوسف شرفة، أن يجب إدماج أو يجب التنازل عن الشهادة أو إلغاء العقد بين الجهة المستخدمة والمتعاقد، يعني الشخص المدمج. بالتوفيق للجميع، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.